بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم باسم الزمر، برنامج كرة مع باسم. أول حاجة بس قبل ابتدي اللقاء وقبل ابتدي الحكاية مع حضراتكم، بقاء لله والدوام لله الفنان الكبير نبيل الحلفاوي. البقاء لله والدوام لله، وبقاء لله أعمل أفلام عظيمة ومسلسلات عظيمة زي فيلم طريق الإيلات ومسلسل رأفت الهجان، وعمل افلام وطنيه وافلام مسلسلات دراميه على مستوى. البقاء لله والدوام لله سبحان الله وتعالى. مع تاني حاجه، يا ريت بقى الشتاء بدأ خلاص، يا ريت نتقل ونلبس تقيل في تقيل. كل سنه وانتم طيبين. الطقس في اليومين في جمهوريه مصر العربيه طقس بارد، بارد جدا جدا جدا. يلا بقى نتكلم على المباراة. نتكلم على الزمالك وسيراميكا، انتهى منذ قليل تعادل ايجابي 1-1. ثم اخبار الاهلي. يلا نتكلم كمان، الزمالك جاب مدرب جديد جروس، اول مباراة ليه النهارده. تعادل يعني، خلص مباراة متوسطة. مباراة كانت متوسطة جدا جدا جدا. بس قبل ما نتكلم عن تحليل الماتش، يلا نقول الاول الجهاز الفني لنادي الزمالك الاول. يلا نقول الجهاز الفني نادي الزمالك. تشكيل الجهاز: المعاون السويسري كريستيان جروس في الزمالك، عبد الواحد السيد مدير الكوره، جروس مدير الفني، امير عزمي مجاهد مدرب عام، حازم امام الصغير مدرب مساعد، عماد المندوب مدرب حراس المرمى بصوره مؤقته لحين انضمام مساعدي جروس الاجانب. دول جهاز فني مؤقت، يعني اللي درب النهارده ماتش الزمالك وسيراميكا لحد ما يجوا الزمالك مدربين مؤقت. يلا نتكلم بقى على تحليل الماتش الزمالك وسيراميكا اللي انتهى منذ قليل. ماتش الزمالك وسيراميكا ماتش متوازن جدا جدا جدا. سيراميكا يسجل الهدف في الدقيقة 4 بس اوف سايد، ثم سيراميكا يسجل في الدقيقة 12، ثم الزمالك يسجل عن طريق نيران صديقة في الدقيقة 18، ثم هجمة هنا وهجمة هنا، هجمة هنا وهجمة هناك وهجمة هناك وهجمة هنا. حل الشوط الاول بيخلص تعادل ايجابي 1-1. نفس الكلام برضو في الشوط الثاني. شوط متوسط، ماتش كان متوسط، ماتش متوازن. حتى العنوان بتاع اون تايم جروس رمادي، يعني ماتش يعني كان كويس، كانش متوازن، كان ماتش نار. بس اللي قدر الفرقتين يخرجوا بنقطة واحدة. وهارد لك للزمالك وهارد لك لسيراميكا. وكمان الزمالك قادر يفوز على المصري 1-0 في الكونفدرالية. كده الزمالك معاه 7 نقط، براكورز معاه 4 نقط، المصري 4 نقط، انيمبا نقطة واحدة بإذن الله تعالى. ده الأخبار الزمالك واللي حصل من الزمالك خلال الماتش اللي فات. والزمالك برضه لعب ماتش حلو برضه أمام المصري وقدر يفوز 1-0 بهدف أحمد السيد زيزو. ومبروك لزيزو، خد أحسن لعيب داخل القارة الأفريقية. ألف مبروك لزيزو. يلا بقى نخش بقى على ناخد فاصل، بعد كده نتكلم على اخبار الاهلي. يلا بقى رجعنا من فاصل، يلا نتكلم على الاخبار الاهلي بعد خروج من كاس العالم القارات بخساره الماتش اللي فات من بطل المكسيك بضربات الجزاء 6-5. يلا نشوف اخر اخبار النادي الاهلي ايه. والمره دي خلال من يوم الماتش، من يوم السبت اللي فات. النهارده الخميس. بس اهم حاجه دوس اللايك كلمتين، انا شايفك ما تدوسش على اللايك، واعمل اشتراك وانت قاعد في البطانيه والجو ساقع. يلا بقى نقول بقى اخبار الاهلي الاول. ما في مفاجآت في اخبار الاهلي طبعا، في مفاجآت طبعا. بالنسبه لي اول مفاجاه معانا وليد سليمان يقترب من منصب مدير الكوره في الاهلي. وليد الحاوي يقترب من تولي المنصب مدير الكوره في النادي الاهلي. الحاوي وليد سليمان يقترب من منصب مدير الكوره، والكابتن محمد رمضان يبقى مدير رياضي. ده اول خبر من اخبار معانا. تاني خبر معانا، خلاص الاهلي قرر الفتره القادمه يسال عن فسخ التعاقد مع تاو. خلاص الاهلي كده تاو، الاهلي هيمشيه خلال انتقالات يناير. والاهلي يرحب برحيل كهربا في يناير، واقترب وصول العروض رسميا. يعني خلاص برضو كهربا يمشي من الاهلي، يجي له عروض رسميه.
بس الاهلي في عرض من نادي القطري جاي مع كابتن محمود عبد المنعم كهربا، مع مع كهربا ليه توفيق الفتره اللي جايه باذن الله. يلا بقى نتكلم على صفقات الاهلي قبل كاس عالم الانديه. هنشوف الاهلي هيجيب مين قبل كاس عالم الانديه. طبعا المدافع محمد حمدي، محمد عبد المنعم، وتريزيجيه، وآلي ديانج، وعبد القادر، ومريوني دياز، وبغداد ابو نجاح، وكمان حمدي فتحي خلاص بنسبه كبيره يقترب للاهلي. حمدي فتحي يقترب بالاهلي. وكمان بقى صفقات يعني محمد عبد المنعم لازم يبقى موجود، تريزيجيه، حمدي فتحي، اليو ديانج. ولازم بقى نجيب صفقات قبل كاس عالم انديه، ده في يناير، خلاص. وكمان الاهلي النهارده، كمان الاهلي خلاص اتحاد الكوره لم يشارك الاهلي في كاس مصر. احتمال اللائحه عشان اعتذر السنه اللي فاتت، العام الماضي الاهلي يعتذر هو كمان مش موجود في كاس مصر. يلا بقى نتكلم في مفاجاه كمان جايه لنا دلوقتي هنشوفها مع حضراتكم. دلوقتي مفاجاه حلوه اهو. رينيه فايلر رسميا اداره الاهلي ترحب بالعوده للنادي الاهلي قبل كاس العالم. الخطيب يرى ان حقبه كرة قد انتهت مع الاحمر، ويحتاج مدرب صاحب شخصيه قويه لاعاده بناء الجيل. يعني خلاص، يعني ممكن خلال الفتره الجايه ممكن نشوف فايلر المدير الفني للنادي الاهلي. ده اللي هنشوفه الفتره الجايه، ونتابعه الفتره الجايه. مستر رينيه فايلر من توفيق للاهلي ان شاء الله، هو جاي في كاس عالم الانديه. كل التوفيق للنادي الاهلي باذن الله. خلاص كده الاهلي الفتره الجايه بيستعد لكاس عالم انديه في شهر 6. ثم عندنا ماتش مع الشباب والازداد يوم الاحد ان شاء الله الساعه 6. وكمان الاهلي اتحاد الكوره النهارده لغوا قرار الكاس مصر. الاهلي مش موجود في الكاس عشان الاهلي اعترض السنه اللي فاتت حسب اللائحه. وكل التوفيق للنادي الاهلي ان شاء الله. الاهلي ان شاء الله جاي باذن الله، والكره مع باسم باذن الله جاي. ومستويش اشتراك وتفعيل الجرس وعيش لايك المتين. ويا ريت حط لايك المتين لو سمحت. انا شايفك لسه ما حطيتش اللايك وانا بقول الاخبار، وشايفك قاعد في البطانيه اهو. حط اللايك المتين واعمل الاشتراك واعمل تفعيل الجرس، سواء على اليوتيوب او على الفيسبوك او على اليوتيوب. الكره مع مين يا اولاد؟ الكره مع باسم ان شاء الله. كل جديد بقى باذن الله مع باسم الزمر. واشوف بقى اخبار الاهلي والزمالك باذن الله. عندنا الاهلي يلعب يوم الحد ان شاء الله مع شباب والازداد. ثم الاهلي هيلعب ماتشات الدوري وافريقيا باذن الله. والزمالك هيلعب ماتشات الدوري والكونفدراليه باذن الله. وخلاص عندنا الفتره الجايه ماتشات افريقيا، ماتش دوري، ماتش افريقيا، ماتش محلي، ماتش افريقيا، ماتش محلي لحد شهر 3. والمنتخبنا الوطني في تصفيات كاس العالم باذن الله في رمضان. كل عام وانتم بخير. خلاص كلها ايام قليله ونبدا عام جديد، عام 25. هابي نيو يير. يا رب تبقى سنه سعيده عليكم. يا رب كل اللي عايز حاجه امنيه نعملها باذن الله. وخلاص كده خلصنا الكلام عندنا. ويا ريت بس نصيحه لكل ام وكل ام او اب لاولاده الصغيره منزله يروح المدارس. يا ريت معلقه عسل بليمون عشان الجو المره دي ساقعه والعيال كلها بتعيا. ربنا يا رب يكفيهم شر المرض وينجحهم باذن الله قبل يروح المدرسه او قبل الجامعه. معلقه عسل بليمون فيها الشفاء. كان معكم باسم الزمر، برنامج كرة مع باسم. مستشفى اشتراك وتفعيل الجرس. الى اللقاء، سلام. جمعة مباركة عليكم إن شاء الله. وأهم حاجة صلى على الرسول عليه الصلاة والسلام. كان معكم باسم الزمر، برنامج كرة مع باسم. شكرا، إلى اللقاء.